خناقه في ريال مدريد. يبدو ان الامور في ريال مدريد الموسم ده او لحد الان من الموسم ده ليست على ما يرام. ليه؟ فينيسيوس ومبابي الاتنين مش جايين سكه مع بعض خالص، كل واحد عايز يبقى نجم الفريق الاول. ده مش عايز يفاصل ده وده مش عايز يفاصل ده، مع ان النهارده في الماتش بتاعهم كان في فرص كتير قوي ان مبابي لو بصل لفينيسيوس يخلص وفينيسيوس لو بصل لمبابي يخلص، بس كل واحد فيهم تحس ان هو عايز ياخد اللقطه الاخيره. كل واحد فيهم عايز يحس ان هو كريستيانو رونالدو الجيل ده. لا 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 لا، كريستيانو رونالدو يا جماعه الجيل بتاع كريستيانو رونالدو اللي كان بيلعب معاه في الفريق كان مقتنع كل الاقتناع ان كريستيانو رونالدو هو نجم الفريق الاول. فينيشر، راجل بيجيب لك حوالي 50 60 جون في السيزون في جميع البطولات، فهم كانوا معتمدين عليه ان هو اللي يخلص في الاخر. ماشي، ما عندناش مشكله، تمام، فهو اللي ياخد اخر لقطه. بالنسبه للعيبه اللي كانت في جيله ما عندهمش اي مشكله خالص. الفكره كلها بقى ان السيزون دوت امبابي عايز يبقى هو اللي ياخد اللقطه الاخيره، فينيسيوس عايز هو اللي ياخد اللقطه الاخيره. ليه؟ فينيسيوس بعد الموسم اللي فات من وجهه نظري يعني هو نجم الفريق الاول، تمام. طبعا مع غياب بلينجهام حوالي شهر السيزون دوت، ففي عندك دربكه كده بقى، مين هيبقى النجم، مين النجم الاول، مين النجم الاوحد. كريستيانو رونالدو طبعا مش هيتعوض في ريال مدريد. بالنسبه لمبابي فينيسيوس محتاج ان هو يبذل مجهود اكتر، او هو شايف ان انا لازم ابذل مجهود اكتر السيزون دوت واجيب اهداف واعمل اسيستات والكلام ده عشان مشوار الكره الذهبيه طبعا، لان هو لو ما خدهاش السيزون دوت مش هياخدها تاني، تمام. هو يستحقها بصراحه، بس هو شايف ان هو لو ما خدهاش هينزل يعني ايه في الملعب كده، ما خلاص، لا انا مش هجيب اجوان، انا هجيب فينا احنا اجوان، ما هو انا فاضل اعمل ايه تاني، تمام. اجوان، ضربات جزاء، لعب، مرقاه، ترقيص، اسيستات، كل حاجه عملتها في الكوره، بطولات وحصلت عليها، كل البطولات خدتها، تمام. فاضل ايه تاني بقى؟ اجيب فينا احنا جوان عشان خاطر الكره الذهبيه. امبابي بقى مش مقتنع. امبابي شايف ان هو كان في باريس سان جيرمان النجم الاول في فرنسا كلها، تمام. فجه ريال مدريد شاف الوضع مختلف. طبعا كارلوس انشيلوتي مش مدرب على قده يعني، مش هق ومق. هو هيعرف يحل القصه دي، بس هل هيحلها ويلمها بسرعه ولا القصه رايحه بعيد خالص، تمام. حاجه تانية، نص الملعب في ريال مدريد بصراحه توني كروس كان صايع كوره وحريف كوره وكل حاجه، يحل لك مشكله في نص الملعب وهو نايم، تمام. لحد الان فالفيردي مش عارف يقوم بالدور بتاع توني كروس. طبعا مع غياب بلينجهام الدنيا في ريال مدريد ليست على ما يرام نهائي. ايه اللي هيحصل؟ هنشوف.